السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معايا النهارده سمك بلطي حجم متوسط، قلت اجيبه واوريهولكم هنعمله ازاي بطريقه حلوه جدا باذن الله هتعجبكم. وهنعمل جنبيها شكشوكه السمك. شكشوكة السمك دي يا جماعة كنا بنعملها زمان قوي. يعني اعتقد ناس كتير ما تعرفش عنها حاجة مع ان طعمها تحفة. و يعني حلوة جدا جنب السمك. ودلوقتي مش بتتعمل كتير، فانا هقول لك هي بتتعمل بطريقة بسيطة جدا. وممكن الاضافات اللي تضيفيها ليها تخليها احلى واحلى. بس تابع الفيديو للاخر وحطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس. ونبدأ الفيديو ونصلي على رسول الله ونسمي الله. ومعايا 2 كيلو من السمك البلطي، انا غسلاه كويس قوي. تحت الحنفية كده مرة واتنين وتلاتة. وحطيته في مصفى الصفي شوية، بس ما كانش مصفي كويس قوي، فانا رشيت عليه الملح عشان احيقه كويس. وهحطه في مصفى غير السلستينة دي. واحطها على جنب تتصفى وتتحيق تمام. معايا توم متقشر ومعايا كمون ملح. والمفروض فلفل اخضر. ممكن رومي ومعاه قرن حامي او 2 حامي براحتك، على حسب انتي بتحبي الحامي ولا لأ. بس انا ما كانش متوفر عندي فحطيت قرنين شطة. هدق الكلام ده في الهون. طيب ما عندكش هون انتي ممكن تفرميه في الكبة عادي. بس ما تفرميهوش قوي، انا عايزاه حرش زي ما انتي شايفاه كده، مش عايزاه يبقى ميه. فاحنا بندقه لحد ما يوصل يبقى حرش كده. او تفرميه في المفرمه لحد برضو ما يبقى حرش. في الوقت ده عندي طبق كبير كده حطيت فيه دقيق. تمام. السمك بتاعي طبعا هتقولي انت غسلتيه ازاي، انا غسلته كويس قوي جدا تحت الميه. تحت الحنفيه كده بايديا من السواد اللي بيبقى فيه تمام. بعد كده بعصر عليه ليمون واسيبه يتصفى شويه. وبعد ما اصفى رشيت عليه الملح زي ما انتوا شفتوا وسبته على جنب ياخد وقته في الحياء. تمام. هبدأ بقى احط احشي السمك بتاعي. هحشي السمك كله بالطريقه دي. طيب بعد ما احشي السمك هحطه هعفره في الدقيق. بس انا مش هعفر الكميه كلها واركنها. وهقولك ليه دلوقتي. اولا انا هعفر السمك اول باول قبل ما احطه في الطاسه على طول في الزيت. ليه؟ علشان السمك ما ينزلش ميه. بعد ما اعفره في الدقيق كل ما اسيبه فتره اطول هينزل ميه وهيندي كده. فهيبقى الدقيق لازق عليه ويعمل زي العجينه كده، مش هيبقى افضل حاجه. احنا عايزينه مقرمش. فيتعفر في الدقيق على طول، واول ما يتعفر هنفضه كويس جدا. طيب التنفيضه دي لزومها ايه؟ اول حاجه علشان الدقيق الزياده اللي على السمكيه ينزل. تاني حاجة علشان ما نوسخش الزيت بتاعنا. هاخد السمكية كده على طول وانزل في الزيت على طول وهو سخن. تمام. فانا قلت لكم التنفيضة دي علشان ما نوسخش الزيت. فالزيت يقعد معايا اللي فيه كذا مرة. يعني هقلي مثلا 3 طاسات يفضل الزيت لونه فاتح. ما اتحرقش مني بسبب كمية الدقيق الزيادة اللي بتنزل من السمك اللي معايا. دي نقطة لازم تكونوا عارفينها كويس. كلنا عارفين انكم شاطرين بتعرفوا تعملوا السمك، بس في بنات كتير لسه مبتدئات ما تعرفش النقط اللي انا بتكلم فيها دي. تمام. فانت لو اول مرة تعرفي الحاجات اللي انا بقول عليها وعجبتك طريقتي مثلا او كده، حطي لي لايك بالله عليكي واشتركي في القناة. عايزين نوصل الفيديو ده ل 50 لايك. هتقولي 50 لايك قليلة، انا لسه قناة مبتدئة لسه محققة الشروط وانا طموحي قليل، انا عايزة بس 50 لايك مش اكتر من كده، ولو وصلوا ل100 يبقى فضل ونعمة من عند ربنا. تمام. وعايزين نوصل القناة بإذن الله ل2000 مشترك. هنبدأ بقى هنا نقلي السمك. حطينا السمك زي ما انتوا شفتوا في الطاسة. واول ما خد لون قلبناه للناحية التانية. طيب السوا احنا بنخلي النار تحت الطاسة متوسطة. احنا مش بنخليها ولا عالية ولا هادية خالص. لان لو خليتها هادية هتشرب منك زيت، لو خليتها عالية هيتشلوح كده وياخد لون ويكون لسه ما استواش، واحنا ولا عايزين ده ولا عايزين ده. عايزينها متوسطة. وكمان انا السمك بتاعي مش كبير ان انا اوطي النار ولا صغير، يعني هو وسط. اوكي. طيب في حاجة كمان، في اللي بيقولك انا عايزاه مقرمش. هتحطي معلقة نشا في الدقيق لو عايزاه من بره يبقى مقرمش قوي وناشف معاكي. هتحطي معلقة نشا في الدقيق اللي انت بتعفريه السمك. طيب ماشي. واحدة تقولي انا بطلعه وبعد كده بلاقيه طري معايا. هقولك انت طلعيه ما تحطوش على مناديل.
حطيه في مصفى تكون مخرمة علشان يصفي الزيت وما يطراش تاني، وحطي كل واحده لوحديها كده، ما تحطوش فوق بعض وما تحطوهوش يعني مثلا احنا بنطلع وما تحطوش مثلا في مكان مقفول. اول ما تطلعيه على طول وهو سخن سيبيه كده في الهواء علشان الجلد يبقى مقرمش ما يرجعش معاكي يطرى. بس كده. بعد كده بقى نخش على الشكشوكة بتاعتنا، ومعايا بصلاية متوسطة وهبدأ اخرطها على ايدي مكعبات صغيرة. تقدري تفرميها في الكب عادي، بس هي بصلاية مش مستاهلة ان انا اقعد افرمها. طبعا الشكشوكة دي هتعجبك جدا، يعني بصي حاجة كده كانوا بيعملوها زمان بإذن الله. لو ما عملتهاش قبل كده وجربتيها هتعجبك. هنا بقى في نفس الطاسة اللي احنا قلينا فيها السمك، او عندك طاسة واطية عن كده براحتك، هنزل بشوية زيت برضو من اللي انا سويت فيهم السمك، اللي انا قليت فيهم السمك. لازم أن يكون الزيت في السمك علشان يدينا طعم الشكشوكة الحلو، طعم شكشوكة السمك، ما يبقاش كده حاجة كده شبه المهلبية وخلاص. تمام. هبدأ بقى احمر البصلاية واحدة واحدة في الزيت، يعني ننزل كده ونقعد نقلب لحد ما تاخد اللون الأحمر اللي بعد المصفر ده بشوية. تمام. أوريكوا مراحل السوا واحدة واحدة. هنفضل نقلب لحد ما نوصل للون ده زي ما قلتلكوا اللي هو بعد الأصفر بشوية. وبعد كده كوباية مية عندي وهنزل بيها على البصلة بتاعتي. تعرفي دلوقتي التفاصيل على فكرة سهلة جدا وطعمها حلو قوي، يعني لو ما جربتهاش قبل كده لازم تجربيها. هننزل بقى بمعلقة ملح، هنظبط الملح، هنحط الملح وندوب كده ونذوق يعني بس حطي في الاول قليل علشان ايه ما تجيش بعد كده تقعدي تزودي ميه والكلام ده. قلبي بقى ورشه الكمون اللي احنا حطيناها على الكزبره، واول ما تغلي هنكون مجهزين عندي نص كوبايه ميه هحط فيها يعني مقدار ما يقارب الى 4 معالق دقيق مليانه. تمام. هو انا طبعا حطيته على الكميه اللي انا حطيتها، وسبت شويه يعني ما تحطوش كلهم. تمام. يعني انا بحطهمش كلهم في الطاسه وبعد كده اقعد ازود، لا بحط شويه شويه واقلب، واول ما تلف معايا خلاص الباقي انا مش محتاجه. قلبنا ده كله كده، اقلب بالمعلقه، وبعد كده اول ما اقلبه وادوبه حلو هصفيه في المصفى كده، استلس اي مصفى صغيره عندك، وصفيه علشان ما يبقاش فيه كلاكيع فيها دقيق زي اللي انتوا شايفينها على الوش دي. بعد كده هو بدأ يغلي معانا على النار وانا صفيته، هنزل بقى كده مرة واحدة. طبعا انت المفروض في ايدك المضرب، في ايدك التانية بتبقى بتحطي بايد وتلفي بايد، طبعا انا في ايدي التليفون فانا حطيته مرة واحدة كده بس، على طول مسكت المضرب وفضلت اقلب. طبعا بانه بيغلي بدأ ايه يتقل معانا على طول، لانه هو خلاص كان بيغلي معانا فهيلف على طول هيربط معانا. دي كمادة ربط ونفس الوقت هو اللي بيدي الطعم. هنسيبه بقى يتكتك كده معانا، يستوي الدقيق معانا كده، وهتبقى خلاص يعتبر انتهت معانا. طبعا دي الشكشوكة البسيطة بتاع الناس البسيطة اللي على قد حالها. اوكي. فانت دلوقتي ممكن تعملي ايه؟ انت ممكن تجي تفصصي حتت من السمك وتحطيها في الشكشوكة دي، توديها في حتة تانية، يعني انت كده بتعلي في الشكشوكة بتاعتك، شكشوكة الزوات زي ما بيقولوا. طيب او ممكن جمبري الصغير ده اللي هو اسمه ايه، ما علينا، اللي هو صغنون قوي ده اللي بيتعمل بيه الرز بالجمبري، ممكن برضو تشوحيه كده تشويحة مع البصل وتنزلي عليهم بالمية وتكملي الخطوات عادي. برضو اللي هي بالجمبري يا لهوي بصي في حتة تانية دي كده. بس احنا عملنا اللي هي البسيطة بتاع الناس السهلة اللي ما بتكلفش 2 جنيه على بعض، وبتبقى طعمها حلوة جدا. وكل ما تبسطي في اكلتك كل على فكره ما بتبقى احلى واحلى. بس كده نسيبها بقى تغلي، يعني هي خلاص اهيت، هي غلوتين وتبقى استوت معايا، ما بتاخدش وقت، يعني من اسهل الاكلات اللي بتتعمل وابسطها هي شكشوكة السمك. وهنا بقى كانت استوت معايا وبدأت اغرفها. عندي بقى هنا السمك رصيته، بدأت ارصه في الاطباق بتاعتي. طبعا انا كنت جايبه كميه 2 كيلو، فهي ده طبق وفي طبق تاني بس ما حطيتهوش يعني، استكفيت يعني بان انا اصور ده بس. وطبق الشكشوكه بتاعي الجميل، يعني قوامها كده ما يقارب الى المهلبيه. تمام. يعني انا هنزلكوا الطبق دلوقتي وهتشوفوه اهو بالمعلقه كده وشوفوا، يعني قوامها تقيل.
هو كده قوامه مظبوط جدا، ولا هو اللي خفيف قوي ولا هو اللي تقيل. بيتغمس بالعيش يا جماعه، او ممكن تعملي شويه رز جنب السمك وتغمزي بالشكشوكه كمان معاها. بس كده زيني بقى بعود كزبرة او بقدونس، وتبقى كده اكلتك جاهزة. اعمليها مش هتندمي، لو مجربتهاش قبل كده جربيها بالطريقة دي وهتعجبك بإذن الله. واستني مني فيديو تخليل السردين، الفيديو اللي هينزل بعد ده فيديو جامد جدا، سهل جدا وبسيط وهيعجبكم بإذن الله. ما تنسيش بقى تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس، واشوفكم بقى في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.